كان يا ما كان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان. كان الشيخ يقطع الويدان، والريشة تقهر الميزان، والعمى يتخطى الويدان، والعرسة تغدي القبيلة والجيران. كان حتى كان في بلاد بعيدة، خيرها كتر من شرها، ونهارها طول من ليلها. كان قبل ما يصيح الصبي بالجوع يعمر فمو، والفقيه قبل ما ينوض من العراضة يعمر قبو وكمو. كان الخير والخمير في أرض السلطان باهي الطلعة، ومولاي السلطان كانت عنده بنت وحدانية زوينة، كان اسمها لاله شامة. أمرها مطاع وكلمتها مسموعة، حيت لاله شامة كانت مدللة ولكن كانت طيبة، يديها تعطي ولسانها ما تسمع منها غير الكلمة الحلوة. كبرت لاله شامة ووصلت لسن الزواج، وقال مولاي السلطان باهي الطلعة في طول البلاد وعرضها باللي ما يكون عريس بنته غير شي فارس من الفرسان أو وزير من العيان. وكان الإعلان كافي باش يتصفوا العباد قدام القصر بالليل والنهار. وطبعا كان فيهم الكذاب والطماع والحمق والخداع، ولكن مولاي السلطان كيف يدير حتى يميز بين الصالح والطالح؟ حار السلطان في أمره وشاور لاله شامة. قالت ليه لاله شامة: هذا عريسي يا مولاي السلطان، خليني أنا نختار الشرط. إيوا سيدي، في واحد الدوار بعيد على المدينة وصل الخبار، والناس داروا بحال إلا ما سمعوش، حيت لا فارس فيهم ولا وزير، الكل معدوم فقير. اللي حرتو في النهار يحسدوه في الليل. لكن واحد الشاب من شبان الدوار كانوا يسميوه أمير، حيت كان أمير بأخلاقه وشهامته. سمع الخبار وبات الليل كله هو سهران. علاش ما نكونش أنا هو العريس؟ في الصباح سيادي قرر يقصد المدينة خاطب راغب، وعياو صحابو ما يمنعوه، حيت كيبان ليهم كيقلب على قطع الراس، لا بو عندو ولا ساس، يتم ما يكسب غير دراعو وعقلو. قال ليهم: عقلتو فاش ضلت لاله شامة الطريق؟ شكون اللي وراها الطريق للقصر؟ ماشي صاحبكم أمير؟ وفاش هجموا الكلاب ناويين الغدر؟ شكون حماها؟ ماشي صاحبكم أمير؟ شافوا فيه صحابو وقالوا ليه: كاين السي أمير، ولكن انت عارفة مولاي أن هاد الشي جرى وانت دري صغير، محال لاله شامة تعقل واخا انت ما نسيتي. اجمع رحالو ووقف الكلام وقال: أنا غادي خاطب، إلا قبلوني هذاك رجايا، وإلا رفضوني ننسى الحكاية. شق أمير طريقو وسط الغابة، ما حبسه شمس ولا ضبابة، وفي الطريق تلاقى بفارس من الفرسان ديال القصر، جالس بوحدو ويديه على خدو. قرب منو أمير وسولو: الفارس إما وسط الشجعان أو وسط الغابة هربان؟ شاف فيه الفارس وقال: الفارس ما نفعو خيلو ولا شجاعة ولا شهامة قدام الشرط اللي جا من لاله شامة. إيوا غير سمع آمر اسم لاله شامة وجلس يسمع لحكايته، وقال له: احكي لي أسيد الفرسان حكايتك. جاوبو الفارس وباقي حط يديه على خدو: ايوا سيدي، البارح مشيت للقصر خاطب كيف جميع الفرسان، لكن لاله شامة ما بقاتش طالبة لا فارس ولا وزير ولا واحد من العيان. حار أمير في كلام الفارس وقال: ياك هذا شرط الخاطب، واش صدقت ولا أنا كاذب؟ جاوبو الفارس: كنتي صادق، أما دابا لاله شامة طلبت نجمة من السما
واللي قال قدرت وما قدرش جازاتو بقطع الراس. وقف آمر وتعجب للشرط الجديد، وقال في نفسه الفروسية احنا ماليها، أما النجمة في السما شكون اللي غيقد عليها؟ حار آمر في أمره بين الرجوع للدوار وبين يكمل طريقه للقصر. فكر مزيان وقرر يكمل المسير حيث ما عنده ما يخسر. الفقر راه عايش فيه والموت راه اليوم تدق عليه. ايوا ملي وصل سيادي للقصر حبسوه الحراس القلة شانو. ايوا علاو صوتهم وعلا صوتو حتى وصل الصوت لالا شامة. طلت عليهم وقالت خليوه ويكون آخر ضيافي في هذا النهار. فرح آمر وتعشمت تفكروا وتمحي شرط النجمة. ملي وصل للبيت لالا شامة تسمر في مكانو ملي شاف صنعة الله وشاف حسن لالا شامة وقال إلا خليتيها 1000 نجمة أنا قابل. تعجبت لالا شامة الكلام وقالت ظنيتي النجوم سهلة، من غير السما ما تلقاها لا عند تاجر ولا قافلة. جاوبها أمير إلا بالنجمة تفكر اللي رشدك في الصغر أنا قابل بهدية في الكبر. أخرج أمير من القصر وتسنى الليل يطيح. إيوا غير الظلام طاح طلع لأعلى جبل في المدينة وبنت ليه النجوم في قبضة يديه. وعيا ما ينقز هنا وهنا. أمير كان يسحابو الأمر ساهل، اطلع للجبل وجيب النجمة. أما دابا ولا يشوف نجاتو نعمة. أجلس حاير في أمره اش هاد الزربة زربت على راسي، كون أنا في داري مطيب نعاسي. إيوا شوية سمع صوت خطوات قريبة منه، تلفت ولقاه شيخ كينهج بالعيا. قرب منه وجلس بقربو. قال ليه أمير حتى انت مولاي الشيخ جاي تخطف نجمة؟ شاف فيه الشيخ وابتسم وقال ليه حتى إلا خطفت النجمة واش لالا شامة تقبل عليا وأنا شيخ كبير بيض اللحية؟ شاف الفوق السما وقال الأمير شوف ولدي، خود هاد السلهام لوحو على كتفك وطير في السما وخطف ليك شي نجمة وسير بها للقصر وخطب سيدي نتا لالا شامة. أمير شك في كلامو وفي قصة سلهامو وقال ليه واش نتا جاد في كلامك واللي قلتي على سلهامك؟ جاوبو الشيخ اسمع ولدي أمير، أنا ساحر هاد المدينة كنعيش آخر أيامي وشفت تكون خاتمتي خير حيت شري في الناس كان كتار من خيري. وأنا عرفت الورطة اللي حطيتي راسك فيها، خود سلهامي وطير للنجمة. خدا أمير السلهام وطار في الظلام، كان فرحان حيت شوية وتكون النجمة بين يديه. وفعلا أها هما النجوم وبدأ سيادي كيتخير وتخير أحسن وحدة. إيوا غير شدها بيديه وهو يغبر السلهام وبقى هو في الظلام تلعب به الريح بالشمال واليمين حتى جات ريح قوية رجعاتو للأرض وطاح على واحد الكومة ديال التبن. فرح برجوعو للأرض، مسح راسو وسس القش على لباسو. إيوا لقى بلي الريح رماتو في مكان بعيد على المدينة وكتسناه طريق طويلة. اش يعمل أمير العيا والليل؟ قرر يبات ليلتو حدا الكومة اللي نجاتو. وفي الصباح أول حاجة قام بيها تفقد نجمتو واللي عليها كل الحكاية. ملي لقاها سجد شاكر مولاه. إيوا أسيادي حكايتي ما سالاتش وباقا طويلة، نتلاقاو في الفيديو الجاي ونكمل لكم الحكاية ديال نجمة لالا شامة.